تخيل كده معايا يبقى في ابلكيشن على ارض الواقع لتجارة المخدرات. تفتكر كده ايه اللي ممكن يحصل، وازاي كمان الشرطة هتتصرف في الموضوع ده؟ كل ده هنعرفه في فيلم النهاردة، بس قبل ما نعرف ايه اللي هيحصل هقولك ادعمنا بلايك واشتراك في القناة ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ في الفلبين وبنشوف شاب اسمه سونج بيجري وكان متغرق دم، وكان باين عليه كده انه خايف جدا ومتوتر، وكان بيهرب من عصابة بتجري وراه. واثناء ما هو بيجري كان في عربية هتخبطه، بس على طول سونج بيقدر انه يتفاداها وبيفضل يكمل جري يمكن حد ينقذه، لحد ما بيلاقي قدامه سبحان الله عربية شرطة. فبيروح على طول للظابط ده وبيقول له انهم كانوا عايزين يخطفوني ويقتلوني. وبنشوف هنا سونج بيدي للظابط فلاشة فيها اثبات لكلامه ده، فعلى طول الظابط بينده على الرجالة اللي كانت بتجري وراه، بس الرجالة دول بيخافوا وبيرجعوا لورا. في الوقت ده بنشوف عربية كبيرة بتقف قدام الظابط وبينزل منها واحد اسمه تشانج، بس الظابط بيفضل يقول له انه ما يقربش والا هيضرب عليه النار. بس تشانج بيقرب منه وبيعمل برضه اللي في دماغه وبيضرب الظابط جامد جدا، وبعدها بيخلص عليه خالص بالسلاح. وبعدها بياخد سونج، وسونج بيترجاه ان هو ما يقتلوش ولا يأذيه. بس فجأة بدون اي مقدمات تشانج بيطعن سونج في بطنه، وبعدها بياخد منه الفلاشة وبيمشي. بنروح الناحية التانية، الاتنين كانوا ماشيين مع بعض وعمالين يبصوا حواليهم وعارفين ان هما متراقبين، وفي الوقت ده بيخبوا مفتاح في الحيطه. بس قوات الشرطه في الوقت ده بيشوفوهم وبيمسكوهم، وبيعرفوا بعد كده ان المفتاح ده بتاع شقه فوق سطح مبنى، وعلى طول بياخد المفتاح ده هو المساعدين بتوعه وبيطلعوا الشقه دي. وبنعرف كمان انهم كانوا مجهزين خطه لاقتحام الشقه علشان طبعا يقبضوا على اللي جواها اللي هم طبعا تجار المخدرات. واول ما بيدخلوا الشقه دي بيلاقوا قدامهم زنزانه حديد كبيره، وجوه المكان ده كان فيه 4 شباب. اول ما بيشوفوا الضباط دول بيتخضوا وبيجروا وبيخبوا التليفونات بتاعتهم، وكانوا بيحاولوا يتخلصوا من المخدرات اللي كانت معاهم كلها. بس الضابط سوق بيقدر انه يكسر الزنزانه دي، واول ما بيشيلها من قدامه بيهجموا عليهم على طول الشباب. بس سوق والمساعدين بتوعه بيمسكوا كل واحد فيهم ويفضلوا يضربوا فيهم، وخلصوا على واحد ورا التاني. وبعد ما سوق بيسيطر عليهم بياخد منهم التليفونات والمخدرات اللي كانت معاهم، وبيفتح بالصدفه كده تليفون من التليفونات دي بيشوف قدامه ابلكيشن غريب كده، وبيعرف ان الشباب دول عاملين ابلكيشن مخصوص لبيع المخدرات. وكمان بقى وهو ماسك التليفون بتيجي رساله كان مكتوب فيها ان الطلبيه بتاعته جايه للعنوان اللي هم فيه. فبيقرر هنا سوق انهم يعملوا كمين وهم اللي هيستلموا الطلبيه دي بنفسهم، وده عشان يعرفوا مين اللي باعت البضاعه دي. المهم على مدار الوقت بيجي اكتر من شخص علشان يستلم مخدرات، وفي الوقت ده السوق بيظهر قدامهم وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، وكل واحد لما يجي يروح يحبسه في الحمام لحد ما بيجمعهم كلهم وبيقبض عليهم مره واحده. بعد ما بيخلصوا المهمه دي بيروحوا بالليل يتعشوا في مطعم. المطعم ده بتاع ست كده طيبه، ولما بتحط لهم الاكل بتشكرهم ان هم بيجوا ياكلوا من عندها دايما رغم ان المسافه بينها وبينهم طويله جدا. وبنعرف هنا ان السوق بيروح لها مخصوص علشان الست دي جوزها اتقتل وكمان عندها بنت صغيره وهي اللي بتربيها لوحدها. بعد كده بينادي على بنت الست دي وبيديها فلوس من معاه، وبعدها يقول للمساعدين بتوعه يلا بقى نكمل الشغل بتاعنا. وبيسأل الفريق بتاعه هو مين مبرمج الابلكيشن اللي هم لقوه على التليفونات ده، فبيرد عليهم واحد وبيقول له ان اللي مبرمج الابلكيشن ده واحد اسمه سونج، وهو كمان على قائمة المطلوبين. بس على طول بيعرف انه اتقتل من يومين في الفلبين، وتقرير الطب الشرعي بتاعه هيظهر تاني يوم. بيجي تاني يوم وبيروح سوق والمساعد بتاعه لدكتور الطب الشرعي علشان يعرفوا الراجل ده مات ازاي. فهنا بتقول لهم انه مات بسبب تعذيب اتعرض ليه، وبعد كده اتضرب بسكينه في بطنه، وانه عنده كسر في الضلوع. فهنا بيستغربوا جدا هما ليه بيعذبوه قوي كده رغم ان هو كان من رجالتهم. بيخرج المحقق من اوضه الطب الشرعي وبيشوف قدامه ام سونج، وبتعيط جامد جدا وبتتكلم مع المحقق بعد ما عرفت ان ابنها كان مطلوب للتحقيق، وبتسال سوق عن السبب ان هو مطلوب للتحقيق. فهنا سوق بيسألها هو ابنك ليه علاقة بأي تجار مخدرات أو كان بيشرب حاجة؟ فأم سونج بترد عليه وبتقوله إن هو من ساعة ما راح اشتغل في شركة في الفلبين ما بقتش عارفة تتواصل معاه. بنروح الناحية التانية وبنشوف واحد اسمه جانج، وكان في الوقت ده داخل اجتماع مع شركائه، وبيقولهم انه جاهز يطلع اول بيتكوين باسمه هو وتكون مشفره في البورصه. بس شركائه ما كانوش متاكدين ان ممكن حاجه زي دي فعلا تحصل. بس في الوقت ده بيتكلم بو المساعد الخاص بمستر جانج وبيقول لهم ما تقلقوش انا جاهز بكل حاجه. والناحيه التانية بتوصل معلومات للمساعدين بتوع سوق، والمعلومات دي ان سونج مش هو المبرمج الرئيسي للابلكيشن ده، وان في حد تاني هو اللي كان بيديره. وبيعرفوه كمان ان الشركة اللي كان شغال فيها في الفلبين اتقفلت من زمان جدا. ساعتها سوق قال انه لازم يقول لامه على المعلومات دي، وبيقرر انه لازم يوصلها عشان يبلغها باللي هو عارفه. بس لما بيتصل بيها بترد عليهم واحدة تانية وبتعرفوا كمان ان مامة سونج هي كمان ماتت.
بس بنعرف انها كانت سايبه رساله لمحقق مكتوب فيها انه لازم يجيب حق ابنها من اللي قتلوه. بعد كده بنشوف تشانج وهو رايح لمكان كازينو كده جديد، بس بنعرف انه كان رايح ومقرر انه هيدمر المكان ده علشان محدش من الناس دي ينافسه مره تانية، وبيخلي رجالته تعطل سيرفرات الكاميرا. وبيوصل بعدها تشانج واللي كان معاه وبيبداوا تكسير في المكان كله. وبعدها تشانج بيروح لصاحب المحل وبيضربه بالسكينه في رقبته، ومحدش من الموجودين كان قادر عليه خالص. بنشوف سوك وهو قاعد مع واحده من الامن السيبراني، وبتقوله ان في جزء من الصور اتبعت من جهاز سونج لما كان شغال في الشركه بتاعه الفلبين، وفي الوقت ده بيقدروا انهم يعملوا مزامنه للجهاز. ولما بيبداوا فعلا يحملوه حصل في الوقت ده هاك للجهاز، والمزامنه وقتها اتقطعت. وقتها بيبان على سوك ان هو ما كانش فاهم قوي في الكلام بتاع التكنولوجيا ده. فهنا بيظهر الرئيس وبيقوله ان هم يسيبوا القضيه دي للامن السيبراني وهم بقى يحققوا فيها بمعرفتهم بما انهم مالهمش في التكنولوجيا. بس سوك هنا بيرفض وبيقوله ان دي قضيته هو ودي قضيه قتل مش قضيه عاديه، ومن المفترض ان احنا اللي نحقق فيها مش هما. بعدها بيخرج للمدير بتاعه اللي كان اسمه تايسو، وكان بيحاول يقنعه يسيب له القضيه دي علشان هي جريمه قتل. بس تايسو هنا كان رايه نفس راي المساعدين بتوعه، بس سوك كان مصر جدا ان هو اللي يمسك القضيه، وعشان كده تايسو بيوافق. الناحيه التانيه بقى بنشوف تشانج وهو بيتصل على مستر جانج بعد ما خلص مهمته، وبيقوله ان المهمه تمت وعدد الاعضاء معاهم ب 300,000. فبيقول له مستر جانج لو زودتهم 100,000 كمان هزود الحصه بتاعتك. بس بيظهر لنا كده ان تشانج مش بيكون واثق في كلامه، وبيقول له لما تنفذ الوعد بتاعك الاول. الناحيه التانيه بنشوف سوك وفريقه في اجتماع مع الامن السيبراني، وكان معاهم جانج من الطب الشرعي، وكانت بتتكلم على حاجات بسيطه قدروا انهم يوصلوا ليها من موبايل سونج، واللي كانت اكترها عن الكازينو، وانهم معرفوش يوصلوا حتى هو مين اللي بيدير الكازينو ده. وبتقول لهم كمان ان كده هيضطروا يبداوا من الاول. بس بنشوف الناحيه التانيه ان مستر جانج بيقدر يشتغل ويجيب المواقع بتاعه الكازينو، وبنعرف ان الكازينو ده اسمه كازينو الامبراطور. بس علشان يدخلوا المكان ده بيبقوا محتاجين حاجات كتيره جدا، زي مثلا ايميل وفلوس علشان يقدروا يدخلوا يلعبوا جوه، والحاجات دي طبعا هتكلفهم تكاليف جامده جدا. فهنا سوك وتايسو بيروحوا ياخدوا فلوس من ناس بلطجيه، وبالفلوس دي بيقدروا انهم يفتحوا ايميل للعبه. بعد كده بنشوف تشانج وهو رايح لواحد اسمه يوسونج، كان رايح ليه في مكان الشركه بتاعته اللي بيكون عملها جانج، وبيطلب منه انه ما يبعتلوش فلوس. وبيتصل بيه بعد كده وبيساله عن نسبته اللي لسه ما زادتش، فبيقول له ابعت الفلوس الاول بعد كده هزود نسبتك. وفي اللحظه دي بيقرر تشانج انه يرجع لكوريا. بعد كده بنشوف جانج مع واحد اسمه كون، وبيساله جانج لو عنده خبره في اداره الكازينوهات وكده، لانه ناوي يمسكه مكان تشانج، فطبعا بيوافق على العرض ده. بعدها بنشوف سوك وهو رايح لواحد اسمه سوك، وبنعرف انه خبره في اداره الكازينوهات، وكمان كان فاتح صاله العاب. فبيدخل له سوك لصاله الالعاب وبيطلب منه انه يساعده، بس سو هنا بيرفض وبيقول له ان انت اذيتني كتير فازاي عايزني اساعدك. بس سوك هنا بيهدده انه هيكسر عربيته، ولما بيهدده بيقعد يسمعه. بتبدا هان تساله ازاي ابتدى مشروعه، فبيقول لها انه استخدم نظام برمجي عن طريق شركه في الفلبين. واول ما بتعرض عليه صوره موقع الكازينو ده بيقول لها ان الموقع ده السبب انه يخليه يدخل الشغل ده رغم انه كان هيموت بسببه. وبعدها قعد يحسب لها مكاسب مشروعه. بعد كده بيسألوه عن الناس دي مكانها فين، فبيشاور لها على مكانهم في الخريطة. في الوقت ده بيقرروا ان هما يروحوا لهناك، وفعلا بيوصلوا هناك وبيدخل سو وهان للمكان. وكانت مهمة سو ان هو يستدرج حد منهم علشان يقدروا يحققوا معاه ويعرفوا اي معلومات تفيدهم. وبيبدأ هنا انه يراهن على كل الفلوس اللي كانت معاه، بس لما بيخسر بيقول انه ما بيحبش الرهانات الصغيرة وان دي رهانات مش مقامه، لحد لما بيجي وراه واحد وبيقوله ان عنده مكان احسن بكتير من هنا ومش هيحس فيه بالملل نهائي. وبيعرف منه كمان انه ممكن يلعب بوكر بشكل مباشر من خلال كازينو الامبراطور، بس الرهانات هناك بتبدأ من 1,000,000. وهنا هو اتصدم وكان هيقع بلسانه. في الوقت ده بيهرب من المكان بسرعه، وسوك بيبقى قاعد بره مستنيه في العربيه. والتاني اول ما بيخرج من المكان بيقابل سوك قدامه، وعلى طول سوك بيروح ضربه ضربه قويه جدا. وبيقدر سوك هنا ان هو يقبض على الشخص ده، ولما اتقبض عليه اضطر انه يبلغ عن واحد اسمه يوسونج، وقال له ان ده الوحيد اللي هو يعرفه، وهو مشغله مندوب عنده يسوق للكازينو بتاعهم. المهم بنروح دلوقتي للمطار اللي بيظهر فيه يوسونج، وكان خارج منه على شركة الملابس الخاصة بيه. وفي نفس الوقت كان سوك وفريقه متابعينه وبيدخلوا بعدها للشركة، بس في الوقت ده بياخد باله منهم، وطبعا بيحاول انه يهرب بسرعة، بس بيقدر يفلت منهم من الباب التاني، بس بتكون مستنياه عربية الشرطة وهو ما اخدش باله وبيركب في عربية الشرطة بالغلط. بعد كده بنروح لتشانج اللي وصل لبيت جانج وبيطلب منه مرة تانية زيادة حصته، بس جانج بيتهرب منه كالعادة بإغراءات جديدة، وبيتكلموا عن عملة البيتكوين اللي بيجهزوها، وساعتها مش هيحتاج لغسيل الأموال في الكازينو. وبيطلب منه انه يتصرف المراجع اللي مش موافق على اصدارها
قبل زيادة نسبته، بس تشانج بيقول له لما توفي بعضك الأول. بعد كده بتظهر نتائج التحقيقات إن شركة يوسونج مجرد واجهة لغسيل الأموال، وإنها بتبعت فلوسها لكوريا. ولما سوك بيسأل يوسونج عن الناس المتورطة معاهم ما بيرضاش إنه يجاوب عليه، بس سوك هنا بيقرص عليه وبيقول له إن هو لو ما اتكلمش وقال عليهم إن هم هيضطروا يقتلوه. بس يوسونج بيقول لهم لو هو اتكلم هم هيقتلوه، يعني كده كده هو ميت. فسوك هنا بيقول له طالما كده كده ميت اعترف بدل ما تشيل التهمة لوحدك. يوسونج هنا بيطلب منه انه عايز محامي معاه في التحقيقات، وده علشان يعطلهم. بنروح الناحية التانية وبنشوف مستر بو بيعرض على المراجع مبلغ 2 مليون دولار، بس برضه كانج بيرفض وبيضرب كمان بو. وقتها بيظهر عليه انه خايف منه جدا، وبيضطر انه يقبل الشيك ده بدل ما يكون مصيره انه يموت. بعد كده تشانج بيكلم جانج وبيقوله انه سايب جثة بو هدية، وبيقوله ان يوسونج اتقبض عليه، وعلى طول بيروح قافل السكة في وشه. بنروح الناحية التانية لاسم شرطة سيول، والشرطة هنا كانوا بيقولوا ليوسونج ان محاميه جاي الساعة 3. بعد كده تشانج بيكلم جانج، والخطة هي انهم يجيبوا اكتر من عامل ديليفري ويدخلهم كلهم الاسم في نفس الوقت، وده عشان تشانج يقدر يدخل أوضة التحقيق ويقتل يوسونج. وهنا جانج بيستغرب جدا من اسلوب تشانج في سهولة القتل، وان هو عادي بيقتل بسهولة، وحس في الوقت ده انه ممكن يكون هو الضحية اللي جايه. بعدها بيقرر جانج انه يرمي بو في اي كونتينر، لانها كده هتبقى جريمة قتل وسرقة عادية جدا. بس لما بيكتشف موظفين الجمرك جريمة القتل على طول بيبلغوا الشرطة، وعلى طول في الطب الشرعي بيشوفوا طريقة قتل سونج هي طريقة قتل بو، وهي السكينة المغروزة في البطن. بنشوف الناحية التانية سوك وهو بيطلب قايمة للشركات اللي كانت مسؤولة عن نشر اخبار موت بو، والناحية التانية بنشوف تشانج وهو بيتصل بجانج وبيبلغه ان هو مشغول جدا في تجهيز حفلة البيتكوين وانهم لازم يتقابلوا. وبعد المكالمة ما خلصت بيطلب من كون مسدس علشان يقتل جانج. وهنا سوك بيعرف ان في حفلة هتتعمل في شركة كيو ام اللي كانت بتاعة جانج، اللي كون اصلا ثروته كلها منها هي، وبيجهز لاطلاق البيتكوين الخاص بيه. فبيروح على طول سوك ورجالته للحفلة دي بحجة انهم بيحققوا في قضية بو اللي اتقتل في الشركة دي، وهو كان موظف في الشركة دي. وفعلا بيروح الشركة هناك، وتشانج وسوك بيبقوا في اسانسير واحد. بس السوك اول ما بيشوف تشانج بيشك فيه على طول، لانه بيطلع دور مختلف عنهم، فبيدخل وراه على طول علشان يراقبه. والمساعد بتاع سوك بيدخل لتشانج الحمام وبيطلب منه يشوف بطاقته. اما سوك بقى فبيدخل الحمام التاني، وهناك بيضرب المساعد بتاع تشانج، فبيقدر مساعده ده انه يضرب سوك ضربة قوية في وشه. بس طبعا سوك بيقدر انه يسيطر عليه لحد ما بيخلص عليه. بعدها بيلاقي واحدة من عمال النظافة فبيسحبها علشان يهدد بيها سوك، بس المشكلة انه بيغرس السكينة في رقبتها وبيقدر انه يهرب على طول. بعدها الشرطة بتقدر انها تقبض على المساعد بتاعه، وبرضه لما بيحققوا معاه بيرفض انه يتكلم في اي حاجة، بس لما بيضغطوا عليه بيتكلم. وهنا الامن السبراني بيجمع بيانات عنهم، وبيعرفوا انهم شغالين مرتزقة مع شركة عسكرية، بس اترفضوا في الوقت اللي اشتغلوا فيه في الكازينو. فهنا المحققين ربطوا انهم ممكن يكونوا قتلوا سونج، وانهم في الليلة دي كانوا رايحين يقابلوا جانج. بعد كده بيطلب نائب المفتش يقابلهم وبيقول لهم انهم يسلموا القضيه دي لحد تاني، لانهم لحد دلوقتي ما قدروش يحلوا القضيه دي، وبكده هم بيضيعوا وقت وبيزودوا عدد الضحايا على الفاضي. فهنا بيروح سوك للمطعم اللي كان متعود ياكل فيه، وبيفتكر رسالة أم سونج اللي كان بيشوفها مرة تانية، واللي كان مكتوب فيها إنه لازم يجيب حق ابنها اللي اتقتل. وقتها بيظهر عليه حزن كبير قوي. فهنا بيقترح واحد من مساعدينه إنهم يحققوا في الموضوع ده من غير علم الإدارة أصلا. وبنروح الناحية التانية وبنعرف إن جانج كان بيتمنى إن الشرطة تقبض على تشانج قبل ليلة الحفلة دي، لأنه بيقلق منه جدا ومفيش حاجة هتمنعه إنه يوصل له غير إنه يتقبض عليه أو يموت. وبنشوف الناحية التانية إن مساعد تشانج بيتقتل جوه السجن زي ما عملوا في يوسونج. وهنا واحد من مساعدين تشانج بيعرض عليه إنهم يرجعوا تاني الفلبين، بس تشانج طبعا بيرفض وبيقول له إن هو مش هيمشي من هنا غير لما يكون واخد حقه كله. أما كون بقى فبيروح يقبض عليه ومعاه مجموعة كبيرة من المرتزقة، بس هما ما كانوش أقوياء زي تشانج واللي كانوا معاه، فعلى طول تشانج بيقدر ان هو يخلص عليهم هما التلاتة. وبعد كده تشانج بيسيب كون وهو بيهدده وبيقول له لو عايزني اسيبك عايش سلم لي كانج، وطبعا بيوافق على طول عشان يسيبه عايش. في الوقت ده بنشوف سوك وهو داخل للنائب العام قدام المفتش، وبينزل على ركبته علشان يستعطفه ويتحايل عليه، وبيقول له انه وعد مامة سونج انه هيجيب حق ابنها، وهم خلاص على وشك القبض على اخطر 3 موجودين في العصابة. فبيدخل هنا المفتش العام وبيسمح ليه انه يكمل المهمه، وبيمدح فيه كمان لانه ضابط شاطر جدا. في الوقت ده بقى بيبداوا انهم يخططوا للخطه الجديده، بيتفقوا مع بعض انهم هيبنوا كازينو جديد علشان لما يعرف تشانج يجي يكسره، ويقدروا في الوقت ده يقبضوا عليه ويكونوا كده وقعوه في المصيده. في الوقت ده لازم يخترقوا السيرفر الخاص بالكازينو الامبراطور، وعلشان يبنوا مكانه لازم يبقى معاهم واحد فاهم جدا، وما لقوش واحد فاهم فيهم قد سو. بس سو بيبقى رافض في الاول، فهم بيقنعوه بان هم هيشيلوا التهم عليه من السجل الجنائي
وكمان هيتعامل معاملة ضابط شرطة. وتاني يوم بيجي وبيوافق فعلا سو على طول، وكان متحمس جدا كمان اول ما بيحس ان هو هيبقى عميل سري. وفعلا هنا بيبداوا انهم يشتغلوا، بيجهزوا على طول الموقع الالكتروني المنافس، بس كان فاضل المكان اللي هيبنوا فيه الكازينو ده، واللي اختاروا بعد كده انه يكون في الفلبين. بس التاني بيرفض لانه اتفاجئ بالسفر وما كانش مستعد ولا عامل حسابه لحاجه زي كده. وسوك هنا بيقول له ما تنساش انك من العملاء السريين. المهم بيأجروا مكان وبيجهزوه تجهيز تام علشان يستقبلوا الناس فيه، وبيبدأوا تصوير كل الموجودين في المكان ده. وبنروح الناحية التانية وبنشوف جانج ان هو بيحاول يقتل تشانج، وكان معاه كون اللي بيديله المسدس اللي طلبه منه وبيقوله على باسورد الخزنة. ولما جرب يقتله طلع المسدس فاضي، وبعدها بدأ يساومه انه ما يقتلوش لانه محتاجه علشان بصمة الصباع، وانه كمان مش هيقدر يفتح الخزنة دي غير ببصمة صباعه هو. فهنا تشانج بيقوله لا خالص دي مش مشكلة، وعلى طول بيروح قاطع صباعه وبياخده معاه. بعد كده سابوا الكون علشان يخلص عليه. بنروح الناحية التانية وبتنجح خطة سو، وبيظهر على سيرفر الكازينو ان في كازينو تاني فتح في منطقتهم ولازم يدمروه حالا. لكن بيقول تشانج الاهم دلوقتي انه معاه المفتاح ولازم يروح بيت جانج. اما بقى الشرطة الناحية التانية بتستعد علشان الهجوم اللي ممكن يحصل في اي لحظة، وبيراقبوا من عربية قريبة كده الموقع اللي هم فيه. ولما بيشوفوهم داخلين الكازينو المزيف مش بيلاقوا اي حد، فعلى طول بيتحدف عليهم العاب نارية علشان تشتتهم ويقدروا انهم يهجموا عليهم. ساعتها بيتفرقوا كلهم وكانوش عارفين يعملوا ايه، لحد ما بيدخل واحد من المرتزقة الأوضة بتاعة البنات علشان يحاول يخطف واحدة منهم. بس في اللحظة دي العميل السري سو بيضرب الولد ده بعصاية جامدة جدا على دماغه علشان يبعده، وفعلا بينجح في ده. وبيعرفوا بعد كده منه مكان كازينو الإمبراطور. وتشانج في الوقت ده كان وصل بيت جانج خلاص، وبيفتح الخزنة علشان ياخد منها الهاردات، وبيقول لكون خد انت كل الفلوس اللي في الخزنة. بعد شوية بتدخل الشرطة كازينو الإمبراطور وبيقدروا يقبضوا على كل اللي كانوا موجودين فيه. وبيحاول واحد منهم انه يدخل على السيرفر الرئيسي بس مش بيقدر لان الباسورد اتغير من شركة كيو ام، وده دليل ان جانج هو اللي داير الموضوع ده. وتشانج كان بيحاول يأمن السيرفر ده علشان ما يتهكرش، بس وقتها كان سوق في طريقه ورايح لبيت جانج علشان يقبض على تشانج. بس لما بيوصل مش بيلاقي غير كون اللي اول ما بيشوفه بيحاول كون انه يضربه بالسلاح بس مش بتيجي في سوق، وبعدها على طول بيروح يضرب كون. فبيعرفوا انه جانج اتقتل وان تشانج رايح المطار دلوقتي. وبتعرف الشرطه ان هم معاهم جوازات سفر باسامي مزوره وكده ممكن ما يقدروش يقبضوا عليهم، بس الحل الوحيد انهم يمسكوهم باشكالهم. فبيقول لهم سوق انه مش فارق معاه الطريقه اللي هيتمسكوا بيها، المهم يمسكوهم باي طريقه. وبالفعل التانيين بيقدروا انهم يعدوا من الجوازات في المطار، بس كاميرات المراقبة بتاعة التذاكر بتتعرف على أشكالهم وهم طالعين الطيارة. وبتوصل في الوقت ده المعلومات لسوق اللي كان سايق عربيته بأقصى سرعة عنده علشان يلحق يوصل لهم المطار. وفعلا وصل سوق المطار في وقت قليل جدا قبل طلوع الطيارة، فبيضطروا هنا انهم يمنعوا الاقلاع بالطيارة. وبيدخل لهم بعد كده سوق لوحده وبيطلب من كل اللي فيها يخرجوا، وبيطلعوا كلهم ما عدا تشانج والمساعد بتاعه، ما بيسمحوش ليهم طبعا بالخروج. فالاتنين بيبصوا له باستغراب كده وبيقول له هو انت جاي لنا لوحدك للدرجه دي يعني واثق من نفسك؟ وبعدها بيبصوا لبعض وبيقولوا انهم يخلصوا عليه في السريع وبعدها يخرجوا من الطياره. بس وقتها بيرد عليهم سوق وبيقول لهم للاسف هو ما كانش مسموح لظابط انه يضرب حد، بس علشان انتوا مستفزيني اصلا فانا عامل لكم استثناء. فبيدخل عليه تشانج وبيكون في ايده سلاح وكان بيحاول انه يقتله، بس سوق طبعا علشان قوي جدا بيقدر انه يقاوم كل الضربات اللي بتحصل، وبيقدر كمان انه يوجه ليه اكتر من ضربه. وبيدخل عليه مساعده وبيحاول ان هو يضرب سوق بس مفيش اي ضربه بتيجي في سوق، وبعدها سوق بياخده ويشيله ويرميه على الارض. بس في الوقت ده سوق بيتكعبل وبيقعد على الكرسي، وهما الاتنين بيروحوا عليه وكانوا عاوزين يلفوا حبل حوالين رقبته بس بيقدر انه يفلت منهم. في الوقت ده بيجيب المساعد بتاع تشانج شنطه سفر كده وبيضربوا بيها، بس برضو التاني مش بيتاثر وبيرد له كمان الضربه، وبيفضل يضرب فيهم هما الاتنين لحد ما بيغمى عليهم. وبكده يكون سوق اخيرا خلص مهمته وكان فرحان جدا بحل القضيه دي. وبعدها بيروح قبر مامة سونج وبيقول لها انه اخيرا جاب لها حق ابنها. بعدها بنشوف سو اللي ضحك عليه ماسك وقال له انت خلاص بقيت ظابط. فهنا سو بيتفاجئ ان الشرطه بتقبض عليه وان سوق طلع بيضحك عليه وان مقبوض عليه بسبب انه كسر السرعه وانه كمان انتحل شخصيه ظابط. ففي الوقت ده سو بيكلم سوق وبيقول له على اللي بيحصل ده وانه بيتقبض عليه. ففي الوقت ده سوق بيضحك على هبله وبيروح قافل السكه في وشه. وهنا بيخلص الفيلم. لو وصلت لحد هنا حلو قوي، اعمل لنا لايك بقى واشتراك في القناه علشان تشوف الملخصات الجديده، وقول لنا في التعليقات عايزنا نلخص لك ايه المره الجايه. وبس كده، سلام.